السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة تزيين لتورتاية سهلة وبسيطة، يا رب ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تنفذوها عندكم بكل سهولة. يلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. طيب عندنا اول حاجة ان انا حشيت التورتاية وظبطتها وجلستها وكمان سبتها لحد ما جمدت ومسكت نفسها كويس جدا. بدأت بعد كده اجيب الشريط ده، بيتباع جاهز عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني. هتلاقي منه اشكال كتيرة جدا والوان كتيرة جدا. بتختاري الشكل اللي يعجبك وبتبدأي بعد كده تثبتيه على التورتاية بكل سهولة. انا بضغط بس ضغطة بسيطة جدا علشان يثبت على الكريمة. طبعا انا لازم الكريمه تكون جامده علشان ما يطلعش في الكريمه لما اجي اشيله. لو الكريمه سايحه هيلزق على الكريمه وهنلاقي بقى كل الكريمه اتشالت معاه. فلازم تكون الكريمه جامده. ببتدي اثبته بالراحه جدا وبضغط ضغطه بسيطه جدا كده بايديا علشان يثبت. بعد كده بقى بمنديل نظيف ببتدي ان انا امسح بس الحاجات الزياده، لو في اي كريمه لو في اي حاجه خرجت بره ببتدي ان انا امسحها مسحه بسيطه جدا وبالراحه جدا علشان طبعا الشغل بتاعي يكون نظيف. تمام. طيب بعد كده ببتدي ان انا بالروزيتات بتاعه الكريمه ببتدي اقفل التورتايه من فوق كده بالشكل ده. وكمان من الجوانب باخد بالي ان انا اكون مقفلاها كويس جدا علشان انا هبتدي احط كمان نوتيلا سايحه. فلو هي مش متقفله كويس جدا ممكن ان هي تنزل وتبهدل الدنيا، فاهمني؟ فلازم تكون متقفله كويس جدا. دي نوتيلا سايحه سيحتها على حمام بخار وحطيت عليها معلقتين من الزيت وبدات ان انا اقلبها كويس جدا لحد ما بقت سايله معايا بالشكل ده. بدات ان انا احطها على التورتايه وبحركه بسيطه كده ببتدي ان انا اميل التورتايه علشان تاخد الشكل بتاع التورتايه وتتفرد في التورتايه كلها بالشكل ده. كده خلاص ملت التورتايه كلها وبقت بالشكل ده. شايفين بقى الزيت، معلقتين الزيت طبعا خلوها بقت سايله واتفردت معايا بكل سهوله وكمان مدينها لمعه كويسه جدا. بعد كده ببتدي اقفل بروزيتات بسيطه جدا التورتايه كلها كده من تحت بالشكل ده. طبعا لو حابة تقفليها بشريط ستان هيبقى حلو جدا، عملناها مع بعض قبل كده. او بروزتات زي الشكل ده، يعني اي شكل يعجبك تقدر ان انت تستخدميه. حبيت التزيين المرة دي يكون سهل وبسيط. المرة اللي فاتت عملنا مع بعض سور من الشوكولاتة باستخدام ورق الفاكيوم. المرة دي حبيت ان انا ابسط الموضوع واخليه اسهل. فاستخدمت الشريط اللي هو بيبقى جاهز في منه الوان ورسومات كتيرة جدا. تقدري ان انت تستخدمي اي لون انت حباه وتنفذيه وتستخدميه على التورتاية، يعني بيكون اسهل وابسط بكتير. بس كده تقدري ان انت تعملي بقى منه اشكال كتيره جدا وتزيين كتير جدا، هيطلع معاكي حلو وهتقدري ان انت تفرحي اولادك وتعملي لهم احلى اعياد ميلاد ان شاء الله. كمان استخدمت الشريط الستان، عملت منه فيونكه حلوه جدا باللون الازرق لان كان عيد ميلاد ولد، فكان كل حاجه باللون الازرق. كمان استخدمت كريسب من اللون الأزرق علشان يكون نفس لون الشريط الستان اللي احنا استخدمناه أو الفيونكة اللي احنا عملناها. فلازم يكون عندك تناسق في الألوان، يعني وأنا بستخدم الألوان ما احطش أي ألوان وخلاص، لا لازم يكون في تناسق في الألوان، يعني علشان في النهاية التورتاية تطلع شكلها شيك. كمان الفيونكة لما ثبتها انا ثبتها على اللي هي القفله بتاعه الشريط اللي انا حطاه على التورتايه. علشان يعني هي تفصيله بسيطه ولكن انا بحب اقولها علشان التورتايه كلها تكون متقفله يبقى شكلها حلو والفينش بتاعك في النهايه يكون شكله حلو جدا، يعني من الاخر كده ما فيهاش غلطه، فاهميني؟ فلازم تاخدي بالك من الحاجات البسيطه دي، هي اللي هتخلي الفينش بتاع الشغل بتاعك يكون حلو ومميز. بس كده. كمان
استخدمت الشوكولاتة الخام، حطيتها في القوالب بتاعة الحروف، وعملت اختصار هابي بيرث داي بالشكل ده. وكمان كتبت اسم صاحب عيد الميلاد، وحطيت كمان قلب كده من الشوكولاتة جنب الاسم، حلو جدا. تزيينها في النهاية طلع شيك جدا، يعني هي تفاصيلها بسيطة ولكن هي عجبتني جدا، شكلها حلو جدا. فيا رب الفيديو كمان يكون عجبكم، وتقدروا ان انتوا تنفذوها بكل سهولة ان شاء الله. استنوني في فيديوهات تانية جاية كتير على خير، ما تنسوش تعملوا لايك للتورتاية القمر دي. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.